باقا ما كتصدقش لي الكيكة، جربيها بهاد المقادير ورحمي ليا غير الوالدين. كتجي طالعة ومفشفشة، وانا راه قطعتها معاكم وهي باقا سخونة، وشحال من متتبعة جربات الكيكة ديالي وصدقات معاها. هذه هي الكيكة اختي اللي ما كتحشمنيش مع ضيافي وما كتنزلش. والاهم من هادشي كامل غير المول ديال 260. على بركة الله غادي ندوزو للمقادير اللي غادي نحتاج فيهم 3 ديال البيضات. انا غادي نميكسي في هاد الكاس، وانتم تقدروا ديروا الكاس ديال المولينيكس وتخلطوا فيه كلشي. غادي نزيد عليه هنا كاس ديال السنيده، 2 ساشي ديال الفاني، وغادي نزيد كاس ديال الحليب. والكاس الثاني غادي ندير كاس ديال الماء من الروبيني نيشان. بالنسبه للزيت راني كندير فيها كاس مع مرش ديال الزيت، ولكن اختي في هاد الكيكه عندي نص كاس هي اللي بقات ليا، درتها اكتفيت بها. انتي تقدري ديري كاس مع مرش ديال الزيت. المهم انا اختي راني خلطت كلشي، ميكسيتو مزيان حتى تخلط ليا كامل. غنزيد عليه هنايا قشور ديال الحامضه. نتوما تقدروا تنكهو باش ما بغيتو قشور الحامض، تقدروا تكتفيو غير بداك الفاني اللي درتو في الاول. انا كنزيد هنايا قشور الحامض تيعجبوني. بالنسبه للفورس كندير هنايا 2 كيسان هما الاولين، وغنزيد معاهم 2 ديال الخمارات. كنغربل كلشي وكنبقى نخلط بشويه بشويه. ضروري ما تغربلوا النواشف. كي كنتو غادي ديروا فيها غير الفورس، كي كنتو غتزيدوا فيها حتى الكاكاو، ضروري خاصكم تغربلوهم. السر باش تجيك الكيكه ناجحه هو الغرباله اختي. هنايا راني زدت الكاس الثالث، وانا كنخلط عيني ميزاني، كنشوف الخليط وصافي البركه عليه ولا نزيد. زدت هنايا نص كاس في الاخر، ومن بعد غادي نزيد حتى داك نص كاس الاخر. يعني هاد الكيكه هزات ليا 4 ديال الكيسان. الدقيق ما كنديروش دفعه واحده، كما شفتوا كنبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى كناخدو القوام ديال الكيكه العادي اللي كنعرفوه جميع، وكنحبسو ديك الساعه. زدت هنايا معلقه ديال الخل، كنخلط مزيان بايدي. وعاد غادي هذا هو المول اختي اللي كندير فيه. فاش تبغي تخوي الخليط ديال الكيكه هزي يدك الفوق عليها باش لا كانوا شي فقاعات يتحيدوا. بالنسبه لهاد الكيكه انا رشيتها بشويه ديال النافع من الفوق وشويه ديال الكاوكاو اللي كنكون خلطتهم بشويه ديال الدقيق باش ما ينزلوش ليا لتحت. صافي وكندخلها الفران طيب على خطرها.